اليوم يوعني ولا ما يوعني مع شيف بوراك. يلا بينا. اليوم حلقة جديدة من يوعني ولا ما يوعني. عندنا شيف مختلف، شيف طلع يمكن من فترة بسيطة، يعني مو من سنين طويلة، وسوى جو للأمانة، سوى جو انه قاعد يطبخ اكبر برجر، اكبر بيتزا، اكبر جدر ورق عنب، قاعد يسوي اشياء يعني يمكن الانسان الطبيعي ما يسويها حتى لو كان يدور الإثارة شوي. رأي المسبق عنه ان الريال محترف، يعني مبين الريال يعرف يقدم نفسه صح. اليوم بكلمكم عن تجربتي داخل مطعم المدينة اللي باسطنبول، رحت له قبل سنة تقريبا، وللأمانة الأكل ما كان لذيذ. ما أتذكر تفاصيل الأكل بالتمام والكمال، كان في طبقين مشهورين عنده، واحد حق 4 أشخاص وواحد حق شخص واحد، فكنت بروحي هناك وكليت اللي حق شخص واحد. كانت كبسة شيء كذي ما أتذكر، بس هي أكلة عربية يعني، والأمانة كان فيها زنخة. يعني أنا قلت واحدة من أهدافي إني لازم أجرب مطعم بوراك، الناس كلها قاعد تروح له وتعناله عشان يأكلون فيه. أمانة المستوى غير عن اللي تصورته، ما ذكر تفاصيل 100% الأمانة يعني، بس أتذكر اللحم كان مستحيل يعني. وبعدين هم يعني الأكل وايد كان واصخ، يعني هذا اللي أتذكره يعني. حتى صورتها بالستوري من الانستغرام وقلت يا جماعة الأكل وايد معطينا أوفر، أعلى من تقييمه الفعلي. فللأسف ما كانت تجربة مثالية مع مطعم الشيف بوراك المدينة اللي بتركيا. اليوم راح نعزل رايي بالمطعم عن رايي باللي راح أشوفه بحسابه بالانستغرام. ذكرت شغله يا جماعة، ترى مقاطع أغلبها فيها موسيقى، فراح اضطر اني اقلل صوت الموسيقى او ممكن اشيله عشان مسائل الحقوق الملكيه الفكريه. يعني تدرون باليوتيوب ما نقدر نحط الموسيقى اللي احنا مو شارينها، فخلنا نعيش ويا الشيف بوراك. يلا بينا. CZN بوراك مسوي له فولو وايد ما شاء الله، 16 مليون ونص يا جماعه، اكبر حساب دخل عندنا من حيث المتابعين قناته باليوتيوب، اتوقع كذي، بعد ما ادري ما اقرا تركي. حلوين. خلينا نشوف اول طبخه تصادفنا اللي هي هذه شنو ما ادري، راح نشوف ونعرف. اوكي خلينا نشوف البيتزا. ما في اغاني حاليا، في اغنيه قاعد اسمعها. ما راح احط الاغاني يا جماعه، نكمل. اوكي. ما يوعديك اول واحده. شوف البرجر هذا. اوكي. في اغنيه هم ما راح احطها يا جماعه. اوكي. طبعا لا حط مغادير ولا حط اي شيء، ريال شغال شي مع نفسه. يعني احس كل طبق يسويه يبي له مزرعه، يعني شايفين كميه الخس اللي حاطها عشان يسوي له برجر واحد، عكس الحلقه اللي سويناها مات اصغر برجر بالعالم، فرق السمع الارض. كن ذبيحه كامله البرجر هذا. صدقوني يا جماعه والله شغله مو شخصيه كلش بيني وبينه، ولا الريال عرفه ولا صوبي، بس استفز شوي لما اشوفه يسوي كذي بوجهه غصب، تحسونه قاعد يضحك غصب، طالع كاميرا شي يقص، يستفزني ما ادري يعني تحس انه غصب قاعد يضحك، انا قاعد اضحك ما ادري، مو طبيعي الضحك مالته. اوكي خلينا نشوف شنو هذا. اوكي والنعم ما ادري شنو هذا، خلينا نشوف. في اغنيه تركيه يا جماعه ما راح احطها. اوكي.
ايش علاقة البالونة بالكاكاو؟ لكن هذا كله كان راح لكن كل هذا بالون اللي توه كان بيلبسه. اوكي هذا اذا يعجبكم كذي امانه انا عادي وايد وياي. اوكي خلينا نشوف شيء يعني شيء شكله يشهي. اوكي خلينا نشوف هني كورق عنب هذه. في اغنيه يا جماعه تركيه ايوه حلو. اوكي شكله متبرع الله يعطيه العافيه ويكتبه ان شاء الله ميزان حسناته بس يعني ما يعت كلش. اوكي هذا شنو؟ ايش علاقة الموضوع؟ اوكي نشوف هني اكبر دونت الظاهر. الحين يا جماعه ما في شيء قوي يشدك خليك تيوع. اوكي قاعد يسوي شيء غريب اوكي بس ما يوعني كلش. اوكي بتخيل بس شلون شالها من الوقله. يعني ما ادري اذا حد فيكم فكر فيها. يعني الصغار قدر يشيلون مثلا شيء اوكي بسكينه اي شيء تقدر تطلع الصغار بس العوده شلون طلعها بشبل؟ يمكن شبل. اوكي العوده ايش بيسوي فيها صح؟ خلينا نشوف. في لقطات يكسر خاطري يعني هو تعبان عارفين بس لازم اكمل الكاريزما مالتي. انا مو مشخصنها وياه بس يعني كمشاهد اتكلم يعني الضحكه احس ما لها داعي خلاص انت تعبان. ساعات فقير يعني قاعد يعرق بس بما ان الشخص الوحيد اللي كليت منه واكيد اكله ما كان عاجبني يوم رحت لتركيا. لكم الحق انتم تقيمون تكتبون من 0 ل 10. 0 ما يوعكم 10 من 10 يوعكم تحت بالتعليقات وتعطونا رايكم. انا ما راح اعطي رايي لان اللي قاعد اشوفه نقدر نقول واحد قاعد يستعرض عضلاته اكثر من ما هو طباخ. يعني يقول لك اقدر اسوي البرجر الخرافي وبس خلاص يوقف الموضوع. فللحين مو يوعان ولا صوب اليوع اصلا. اتوقع انه يعتب حلقه بدر الشايجي اكثر من هالحلقه هذه. خلينا نشوف هذا شو. اوكي يقلد فود نينجا. واضح يا فود نينجا. انا مو شخصنا يا جماعه ويا الريال ما اعرفه بس اللي قاعد اشوفه صراحه ما يوع يعني. اوكي في فن بالاستعراض بس هو ما يوع. يعني الوضع مبين شو اكثر ما هو يعني يوع الناس.
يعني استعراض اكثر مما هو واحد يشوق الناس حق الاكل. هذا اللي شفته. ولحظه ثانيه يعني اتوقع ان شيف بوراك يعني مو عايزان يجيب له ستاف تصوير كامل يطلع له الاكل بشكل وايد احلى من اللي قاعد نشوفه. تصوير مسرع ما له داعي، يعني ابي اشوف، ابي اعيش مع الاكل، ابي اغوص وياك. حط اي جي تي في يا رجل راضين، بس مو على بالنا بتوصل 30 20 ثانيه ما ادري كم المقطع قاعد ياخذ منه. بسرعه كروته يصير اكثر. وما في شرح بالانجليزي شنو الطبخه، ولا في شرح بالعربي ولا اي شيء، بس حاط هاشتاجات وكلمتين بالتركي. تلقون حسابه تحت بصندوق الوصف. عيشوا وياه اللي يبي يدش يشوف باقي الفيديوهات اللي مرينا عليها مرور الكرام، او انه مثلا يبي يعيش مع مقطع شفته وما عجبني انا، او يبي يعيش وياه مره ثانيه، يعني حسابه موجود. شكرا لكل المشاهدين المنتسبين والمشتركين واللي مو مشتركين. ما نبي عليكم اي شيء، هذا راينا وهذا تقييم للشخص. بالنهايه شو نقول؟ فما الله، السلام عليكم. ما يوعدك كله.